شخص بيتجاهل رسايلي تبعتي له ايه؟ اول حاجه ما تبعتيش انت كويس ولا لما تبقى فاضي طمنا عليك، وما تبعتيش كمان رساله طويله جدا تكتبي فيها او تسالي هو ايه اللي حصل او ليه هو متغير معاكي. يعني مش هنبعت اي حاجه علشان يتعرف انك فاهمه وعارفه وعندك كرامه ومش قابله الاسلوب ده، بس هتسالي نفسك وتعرفيها هو ليه بعد ما كان مهتم وبيرد بسرعه جدا بدا يتعامل معاكي بالطريقه دي. ومش هنبعت حاجه لانه بقى بيشوف رسايلك وبيختار انه ما يردش عليكي، واحنا كلنا تقريبا مش بنسيب الموبايل غير للضروره القصوى القصوى. هو كمان مش بيسيب الموبايل وطول الوقت في ايده، بيخرج من اب للاب التاني، بيدخل يشوف مين اتصل بيه، بيدخل يشوف الرسايل. ومش هنبعت كمان لانه بقى بيتعامل معاكي بعدم احترام بعدم اهتمام زي الاول. يعني هتشتري كرامتك او كرامتك، وهنعزز نفسنا لانه على قد ما نحترم نفسنا ونعززها هيعملنا على نفس الاساس ده، وإننا كل ما هنقرب هنضغط الشخص ده أكتر وشكلنا هيبقى مش حلو خالص وهيعاملنا نفس المعاملة أو هيقفل مننا تمام. كمان بلاش ناخد الموضوع بطريقة شخصية لأنه اتغير لأسباب ترجع له هو. ممكن تكون المشكلة مش فينا إحنا. لازم قبل ما نطالب اللي قدامنا إنه يهتم ويحترمنا لازم إحنا الأول نحترم ونقدر نفسنا.